اتفضلوا معانا يا جدعان، يعني فطار لذيذ جدا وصحي جدا. ده بيض بالجبنه، وده سندوتش مربى، وفي كيكه وكوبايه شاي بلبن، وكده كله زي الفل. كده بقى نقول صباح الفل. والنهارده انا صحيت من النوم متاخر شويه، بس يعني خدت دشي وفطرت وكله تمام، وعايز اردش معاكم شويه، فيلا بينا. حاجه هتعرفها اول ما تيجي روسيا، اتشيك في بيتك او لما تروح تزور مكان مثلا كافيه واحد صاحبك في بيته، الاماكن المقفوله تبقى دافيه، فبتعرف تغير فيها لبسك براحتك، يعني تشيل بقى انت اللبس التقيل ده وتقعد بتيشيرت او بقميص براحتك. لكن طول ما انت طالع بره في الشارع لازم تحط الكفر اللي يخليك مش حاسس بالسقعه، عشان لو اهتميت بشياكتك انت هتتلج. فانا حطيت الكفر ويلا بينا نطلع على ايه، على الشارع. صباح الفل يا جدعان. الناس اللي مشتركه في القناه، يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، يعني حبايبي حبايبي حبايبي. انا في التشانل بنزل تقريبا فيديوهين كل اسبوع، وما بنزلش فيديوهات كده لوجه الله، يعني ببقى بعمل فيديو لما بفكر في الفيديو وافكر في المحتوى اللي انا هقدمه، يعني هقول في الفيديو، مش باخد الكاميرا كده واتمشى في الخلا كده. انا دلوقتي بتمشى في الخلا بس يعني ده عشان عايز احكي معاكم شويه. في اليوتيوب زيه زي اي حاجه، زي اي بلاتفورم ليها طريقه ممكن تنجحك فيها بسرعه، وهو مثلا انك تشوف المحتوى اللي واكل على المكان ده ايه وتمشي وراه، وساعتها هتظبط الكلام بسرعه وهتجيب سبسكرايبرز وهتعمل تشانل حلو. بس انا دماغي مش كده، يعني انا مش مستعجل على سبسكرايبرز، ولا الموضوع بالنسبه لي ان انا عايز اجيب عدد فيوز او حاجه. انا عايز اقدم حاجه حلوه انا حاببها، وده اهم حاجه في الموضوع، ان انا اكون بقدم حاجه انا عايز اقدمها. وفي ناس انا متاكد، لان انا كنت يعني انا نفسي اعمل سبسكرايب للشانلز كتير بتقدم محتوى ما فيهوش اي تخلف، يعني فاهمين قصدي ازاي؟ يعني انا بالنسبه لي الصراحه الحاجات بتاعت مش عارف اتفرج على مقلب ايه وتحدي ايه والكلام ده بيجيب فيوز بنت لذينه، وخش على اليوتيوب وشوف بنفسك هتلاقي الارقام تجيب صداع يعني. بس انا مش هاخد السلك ده عمري، لان انا مش كده، ولا عمري كنت بدعم الناس دي. احنا عايزين نبقى مع بعضينا، مش بنزل فيديوز وحد بيعمل فيوز ودي يا معلم لايك وسبسكرايب وسلام. انا بقول تجربتي، والناس اللي بتحب السفر وعايزه تشوف البلد دي ماشيه ازاي، الناس اللي بتفكر تسافر، الناس اللي ما تعرفش ان بلد زي دي مثلا ممكن لما حد يشوف الفيديوهات يبدا يقول ايه ده، روسيا دي من البلاد الحلوه اللي ما كنتش عارف ان هي حلوه، يعني ما كنتش واخد بالي منها، انا بفكر في حاجات تانية بس ما اعرفش ان البلد دي ممكن تكون سهل انك تسافرها، وفي نفس الوقت الموضوع سهل. ف ليه لا؟ هي دي الفكره، ان انا بحاول اوصل المعلومه بشكل بسيط ومسلي، واوريك وانا بتمشى في المكان كل حاجه فيه وتفاصيل كل حاجه، فخليكم معايا يعني، ودعموني يا جدعان، انا بحبكم جدا. انا يا جدعان واحد مؤمن جدا بفكره ان احنا اللي بننجح المحتوى، مش المحتوى اللي بينجح لوحده. بمعنى يعني مثلا الحاجات اللي احنا بنشوفها دايما ونعترض عليها ان هي موجوده، يقول لك مثلا عامل خليل كوميدي، ايه يا عم ده ازاي وصل لكده، وازاي بقى عنده مش عارف مليون سبسكرايبر، او عنده يعني مشاهدات كتير او هو ما عملش مشاهدات، هو عمل محتوى، واحنا اللي عملنا مشاهده، فاحنا اللي نجحناه. انا واحد من الناس فعلا لما بيقابلني بالصدفه فيديو لاي حاجه انا مش مقتنع بيها، او مش يعني مش هو ده المحتوى اللي انا نفسي اشوفه على النت، ما بتفرجش ولا بدي كومنت ولا بعمل شير، بحاول ابعد خالص، لان مش عايز ابقى واحد من الناس اللي بتنجح المحتوى ده. من الاخر مش عايز ادعم النوع ده من المحتوى، يعني مش عايز ادعم ان الناس تمشي في الاتجاه ده، بس فانا بخلع. وفي نفس الوقت بقى بعمل سبسكرايب وبعمل لايك وشير، واحب جدا ناس تانية بتقدم محتوى جميل، مسلي مفيد، ليه لا؟ يعني حاجة حلوة وعايز الناس تستفيد منها، فليه لا؟ وهو ده فكرتي عن القناة دي، يعني هو ده دماغي وانا بعمل اي فلوج في القناة دي. في حاجات في النص هتبقى ضحك وحاجات تسلية ما فيهاش اي استفادة يعني، لكن قشطة يعني، لو ضحك بطريقة لذيذة ومش مبتذلة فليه لا؟ قشطة يعني.
وبرده كل واحد ليه وجهه نظره. ممكن اقدم على حاجه مثلا الناس تقول يا عم ده ما عجبتنيش، مش مشكله، ما هو اكيد برده مش كل الناس هتتفق على حاجه واحده. وده اكبر دليل ان انا لسه بقول دلوقتي ان انا ما بعملش مشاهده او ما بعملش لايك للفيديوهات اللي عامله اوريدي فيوز كتير جدا. ده معناها ان في ناس تانية مبسوطه بالمحتوى ده. فانا محترم جدا ان احنا مختلفين في وجهه النظر، لكن اللي انا يعني مصدق فيه جدا هو ان في ناس كتير كويسه بتدور على حاجه حلوه. فانا بحاول اقدم بقى محتوى يكون حلو للناس دي. انا عايز التشانل دي يكون السبسكرايبرز اللي فيها ناس فعلا حابه اللي بيتقدم، مش ناس يعني جايه علشان انا قلت اعمل سبسكرايب او والنبي يا جدعان دعموني. الموضوع مش ماشي كده خالص. انا عايز اقدم حاجه انت فعلا تكون مبسوط بيها وبالتالي تدعمني. ويعني اي حد ليه اي تعليق على اي حاجه سيب في الكومنتس. انا فعلا يعني بقرا كل الكومنتس وبحاول ان انا اشوف الناس عايزه ايه واقدمه. ليه بقى انا مبسوط جدا ان انا جيت روسيا؟ يعني ليه البلد دي بالذات انا فعلا عايز اقدمها بشكل مختلف شويه عن اللي انا لقيته على اليوتيوب موجود للناس اللي بتقدم محتوى عن البلد دي. لان انا شايف كواحد يعني بحب السفر جدا وكنت نفسي اسافر، ان الناس كلها بتفكر في دول معينه دماغها محصوره في الدول دي. يعني عاده لما بسال واحد صاحبي مثلا يا معلم عايزين نسافر، بنتكلم في كندا، استراليا، المانيا، اوروبا عموما، امريكا، دول عربيه. ما سمعتش حد بيقدم قوي روسيا، يعني ما سمعتش حد بيتكلم عن البلد دي قوي. وانا كنت انا كنت زيهم جدا. انا كنت بدرس الماني اصلا وكنت خدت السلك ان انا عايز اروح المانيا برضو، يعني علشان الدماغ كانت كده ساعتها. لغايه ما صدفه لما جيت روسيا في سنه 2018 لقيت ان البلد دي حلوه جدا ومن الدول اللي تستحق ان هي تبقى يعني مكان الناس تفكر فيه. دولة من الدول اللي المفروض تبقى دولة هجرة كويسة مش وحشة. والهجرة عموما مش هنتكلم في التفاصيل بتاعة المعيشة وكده، مش لازم تيجي دولة تجيب فيها فلوس وترجع تاني بلدك. انا بتكلم على بلد تيجي تقعد فيها، تشتغل فيها، والفلوس اللي تكسبها تقعد فيها في البلد دي وتعيش فيها حياة كريمة جدا. فروسيا عشان بلد عجبتني وحبيت اشاركها مع الناس التانية اللي بتفكر في السفر. حبيت جدا ان اعمل فلوجز واحكي فيها كل حاجه عن البلد دي.
ازاي؟ انا رحت الكافيه عشان كنت عايز اجيب لها هديه، كنت عايز اجيب لصوفة هديه، فجبت لها طقم كده بس هو ما طلعش مقاسها او ما عجبهاش، يعني حاجه زي كده، فقالت لي انا مش عايزاه، فيعني خيرا تعمل مش عاجبك تلها. فخدت الحاجه معايا واروح الشوبينج مول ارجعها تاني. قشطه. في حد ورايا لابس جاكيت رينبو تقريبا، ده مش معناه اي حاجه. هو انا نادرا ما ببقى فايق هنا، بس البتاع ده بيزاولني حتى وانا فايق. طب ماشي نخش بقى في الايه، اقعد لف بقى معاه، اقعد لف لغايه ما تسوق بقى، اصلا ما تفتكرش فين المدخل وفين المخرج. بس ده تقريبا مكان جديد. قشطه. ده حوض سمك حقيقي بارتفاع 6 ادوار، وواخد سيرتيفيكيت ان هو اكبر حوض سمك، مش اكبر، اطول، مكتوب ان هو اطول حوض سمك في العالم. ف منظره الصراحه حاجه جامده جدا، بس مش ده اللي انا جاي عشانه. امسك نفسك وما تضعفش، ما تضعفش، في براميل مليانه، ما تضعفش. انا الصراحه لفت نظري المحل ده الحاجات الابل. ممكن يكون معاك حاجه قديمه تبيعها وتشتري حاجه جديده. ففي لابتوب لذيذ جدا، في هنا بدا تاتش، يعني ممكن تتحكم في الصوت هنا تاتش كده، يعني لذيذ الصراحه، لذيذ. سعره كام بقى؟ 200,000 ربع. قشطة؟ كده انا رجعت الحاجه وخدت فلوسي وكله تمام، واللي متابعني لغايه اللحظه دي انا كده قضيت معاكم اليوم من اوله لاخره، من ساعه ما صحيت لغايه ما خلاص هروح. يا رب تكون الخروجه عجبتكم، وما تنسانيش في لايك وسبسكرايب. مستنيكم في الفلوجة الجايه. سلام.